في حاجة لما تعمليها 5 مرات في اليوم هتغير شخصية طفلك. هي حاجة بسيطة قوي، بس لما تعمليها وتكرريها هتقوي الرابط بينك وبين طفلك قوي. عارفة هي ايه؟ الحضن. ما عندكيش فكرة قد ايه الحضن مهم قوي في تكوين تفاصيل مهمة جدا في علاقة الطفل بأمه وأبوه. أنا بقى مش هتكلم في وجهة النظر العلمية وأقولك ايه الهرمون اللي بيتفرز في جسم الطفل لما بتحضنيه، مش هدخلك في التفاصيل دي، لكن هقولك إن الحضن مهم جدا 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 في تكوين الطفل العاطفي، وكمان في إن هو يبقى حنين عليكي. ما هو الموضوع خد وهات، هتعلميه الحنية والطبطبة هيحن عليكي. عودي الطفل على كده، صباح الخير يا حبيبي واحضني، وقبل النوم فين الحضن بتاعي؟ تصبح على خير. لما يرجع من الحضانة أو المدرسة وحشتني واحضني، ومن غير داعي وانتوا قاعدين مع بعض احضنيه وقولي له بحبك قوي، شوية حاجات كده يعني. في نقطة مهمة جدا بقى، لما طفلك يقرب عليكي ويجي عشان خاطر هو اللي يحضنك، سيبيه لما هو يخلص الحضن بنفسه، ده بيريحه، وعلى فكرة بيبسطك انت كمان وبيريحك، وده بيعزز عنده فكرة ان ماما هي الملجأ والملاذ الآمن، انت أأمن مكان في الدنيا بالنسبة له. وربنا يبارك لنا في ولادنا. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، هل يا ترى بتحضنوا ولادكم ولا بتنسوا؟ وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.